بكم في حلقة من برنامج مشوار نجاح. معانا اليوم بلوجر سيد عمرو بيلا. اهلا وسهلا. اهلين، نورتينا. ربنا يخليك. حابة تعرفنا أول شيء بشغلك ومجال عملك. طيب انا شغلي الاساسي، انا عندي مركز صيانه سيارات، ودي حاجه بفتخر بيها ان انا يكون عندي مركز صيانه للسيارات. عندي انا اول وكيل لشركه اوبر في مصر، عندي مكتب تأجير سيارات. واخيرا بلوجر على الله حكايته يعني كده. ماشي، ممكن أعرف أنا كيف يعني أنت بلوجر والناس بتقول ما عندكش شهادة او اي شيء يبين بانك انت انه انت بلوجر، يعني اي شيء قانوني او اي شيء يتيح انه الشهادات، ما فيش بلوجر بيبقى ليه شهاده اولا، يعني ما أيوة. فيش حاجه كده في العالم كلها تقريبا ان هو كارنيه. يبقى ليه نقابه للبلوجرات او الكلام ده كله. نتمنى ان يكون ده الفتره اللي جايه يتقنن ويبقى فيه حاجه قانونيه نقدر نعملها ان شاء الله تعالى. ولو ده موجود اكيد هكون انا اول واحد مؤيد القانون يعني. اوكي تمام. احنا بنسمع بانه بيقولوا الناس المشاهدين بيقولوا بان استاذ عمرو بيلا راح بيلا جاي. تمام. بيقول بانه ما بياكلش كتير وبيعمل اعلانات بياخد عليها رقم كبير، بس على حساب المشاهدين وكأنه بيضحك عليهم. لا، عمرو بيلا معروف. انت قلتي العكس تقريبا، يعني انت سالتي سؤال العكس. عمرو بيلا ما بيعملش اعلانات، لان دايما انا مقتنع بشيء: لو واحد هياخد فلوس عشان يقول الاكل حلو، فده بني ادم كده بيغش جمهوره او بيضله. انا شايف انا ضد ده شكلا وموضوعا. انا هدفي الاسمى لجمهوري ان هو لازم يكون المطعم يكون مقدم قيمه مقابل سعر. أستاذ عمرو، أنا سمعت بأنه بيقولوا إنه الأكل عندك شيء فيه مهم بالنسبة الناس اللي أصحاب مطاعم، كأنه بس تعمل الموضوع ده تطلع مشهور فيه على أساس إنه تنجح لهم المشروع حقهم، ولو يكون إنه مش الأكل كويس ولا كده، يعني داعمهم في أي شيء. طيب سؤالك كويس جدا ومهم جدا، لان ده سؤال مقترح. انت سؤالك عشان بس ممكن اللهجه بتاعتك الناس مش واخده بالها منها. سؤالك ان انت بتقولي المطاعم جايباني عشان اقول الاكل بتاعها وحش عشان لا، عشان تقول اكل حقها الاكل كويس. بتاعها ايوه، مش وحش يعني حلو، وتاخد من وراهم فلوس بس عشان ويطلعوا هم ترند على ظهرك يعني حلو. المشاهدين. فهمت كده. طيب اولا انا ما بعملش كده خالص. انا ضد ان شخص تاني ياخد فلوس ويقول على حاجه حلوه. انا ضد ده شكلا الموضوع. انت اشتري الاكل على حسابك وقول اللي ما يرضي الله على الاكل، سواء كويس او سواء وحش. يعني لازم تقول اللي انت شايفه طبيعي قدام منك تقوله، ولكن انا اقول حلو عشان انا اخدت فلوس. فطبيعي اي حد واخد فلوس من اي مطعم هيقول عليه الاكل حلو. واي بلوجر في العالم كله بياخد اجر عشان يروح يعمل للمطعم ريفيو ويقول الاكل بتاعه حلو، ويقول الاكل بتاعه موجود حته من الجنه. كل ده على حساب المتابع بتاعه. تمام. سؤال: ليه انت ما فتحتيش مطعم لك؟ فتحت مطعم والله، ولقيت فيه هجوم كتير الناس، مع ان اللهم لك الحمد انا بقدم حاجه في المطعم مختلفه تماما عن اي مطعم تاني. رغم ان الناس جت حاولت تنتقد الاكل بتاعي، ما عرفتش، ما لقيتش حاجه تنتقده. فاللهم لك الحمد يعني. وليش ما كملتش في المطعم؟ بعته. اوكي. اي سنه؟ 2021؟ لا 2000 ده 2000 كنت فاتح انا في 2018. قفلت في 21 عشان كورونا، كانت الدنيا دي كلها. بالمطعم كورونا كانت في الاولاني 2020. ايوه، ما انا بقول لك انا كنت فاتح، بس التاثير بتاعها فضل معانا متابع المطاعم والكلام ده كله، لان انا كنت فاتح صاله، ما كنتش ببيع تيك اواي. كان الاكل كله معتمد ان انت تيجي تاكل عندي في المطعم. دي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، مع ان انا كنت شغال في ايتمين بس كانوا مكسرين الدنيا وكانوا محققين نجاح كتير، لان كنت شغال في النعام والغزال. اوكي. عمرو بيلا اذا وقفوا السوشيال ميديا ووقفوا بصفه عامه انه يشتغل معهم السوشيال ميديا، هيوقف على شغلهم
وايه حترجع وظيفته؟ وظيفتي ان انا الشيء الاساسي اللي هرجع برضك لاول سؤال، اللي انا راجل عندي مركز صيانه سيارات وافتخر بده، اللي انا مش راجل مش اللي هي عاوز. سمكري صح؟ سمكة مركز صيانه سيارات عامه، باخد العربيه من الالف للياء. آه اللهم لك الحمد، مش محتاج السوشيال ميديا اصلا. السوشيال ميديا دي جت معايا كده صدفه قدرا. اوكي، يعني حد آه. لعب معك الحد. اه وازاي كيف وصلتي بمليون و700 في التيك توك؟ يعني حتى هي حد. والله ما حظ ولا حاجه. بص اقول لك على حاجه، هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما ربنا سبحانه وتعالى بيدي الواحد على قد ضميره. انا دايما بقول عندي مقوله: على نياتكم ترزقون. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه على قد نيته. فانا بقول دايما يا رب يرزقني 10 اضعاف نيتي للناس كلها. انا سمعت بانك فتحتي مكتب حق محاماه أيوة. مشان كثرة القضايا عليك، ليه كده؟ لا خالص، الحمد لله رب العالمين. انا ما عنديش اي مشاكل مع اي حد خالص، ولكن انا لي هدف لحاجه معينه شغالين فيها، بنخدم بيها الناس. انا سمعت بان مصر كلها مشتكيه عليك. والله انت سمعتي كده، ولكن الواقع غير كده خالص. الناس الحين، الناس برا لما بتقابلها بتشعر بايه لما بيتكلموا معك برا؟ يعني بتتعامل معهم كيف؟ يعني شايف نفسك ولا متواضع ولا؟ اللهم لك الحمد. انا مقتنع بشيء من تواضع لله رفعه، فالحمد لله رب العالمين. دايما بنكون متواضعين مع الناس كلها. الناس كلها بتحبنا في الشارع، بتقابلنا كويس جدا، بنقابل الناس كويس جدا. لو طفل صغير جالي بقوم له، لو راجل كبير جالي بقوم له. في الاحترام ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فانا شايف اهم حاجه في الدنيا كلها اخلاق البني ادم. خليني اكون صريحه معك، انت اهم شيء عندك الاكل، الشهوه ولا الشهره؟ لا طبعا اهم حاجه الاكل. طبعا لازم الجوده بتاعت الناس، لان الاكل ده بيخش بطون الناس، فلازم طبعا يكون المطعم يكون امين على صحه الناس. يعني بعيدا بقى عن، سيبك بقى من الشهره وسيبك من الكلام ده كله، ده اهم حاجه اللي انت بتدخله معده الناس، لان انت ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل الناس على اللي انت بتقدمه للناس. فطبيعي رقم واحد بالنسبه لي وده الهدف الاساسي، ان احنا لازم يكون المطعم بيقدم جوده رقم واحد، والسعر رقم اثنين. يكون بيقدم جوده وسعر. بس انا شفت طريقه مش حلوه بتعملها لما بتكون بتقدم الاكل وبتعرض الاكل، انك بتفتح على الاكل وترمي. لا ما اقدرش اعمل كده خالص. ده طبعا لا 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 لا. شفت بعيني يعني في فيديو. في فيديو حصل قبل كده وانا طلعت اتاسفت، ولكن في الطبيعي محدش يقدر يتف الاكل وبتاع. فلكن كان في مشكله كان في الاكل ساعتها. انت لو اكلت اكل حامض، لو اكلت اكل بايظ هتقدر تبلعيه؟ اكيد حبلعه، او مش هرد الاكل عليه. مش ماشي. انا احتراما عن الاكل. انت لو بصيتي يعني في نعمه، يعني مش داخله يعني خصومه ولا اي شيء. حلو. انا ما بصيتش اولا على الاكل. انا في الاول خدت المنديل وجيت على جنب. كان الفيديو موجود وواضح للناس كلها، ولكن ما اقدرش. ورغم ذلك طلعت اتاسفت مره واثنين وثلاثه و10، افضل اتاسف عليها على الفعل دوت للناس لغايه ما اموت، لان للاسف كنت انت متخيل ان الناس يعني هيرضوا بالاسف ده؟ يعني خلاص تاخد. حلو. انت كل واحد ليه حريه الاختيار. انت قبلت الاسف او ما قبلتوش. انا عملت اللي عليا وطلعت اتاسفت. فدايما كل بني ادم بيغلط، فطبيعي مش هتفضل تحاسب حد على غلط طول عمره. يعني نسال سؤال شويه هو خاص فيك، بس عادي كل الناس عاوزين تعرف، هو كم قيمه الرصيد عند فيلا؟ مش فارقه كتير الارقام. بص الفلوس دايما بالنسبه لي انا مجرد رقم. يعني لا يعني البادجت اللي باخده في المطعم. انا اخر بادجت، بس انا بطلت اعمل اعلانات بقالي فتره. اخر بادجت خدته كان حوالي 170,000 جنيه، فبطلت اخد. وش السبب اللي خلاك تبطل انك حسيت ان انت بتاخدي الفلوس عشان خاطر تقولي على حاجه حلوه او وحشه، والاحساس ده ما كانش عندك قبل؟ انا بطلت. انا ما عملتش، انا تقريبا ما عملتش اعلانين ثلاثه في الفتره دي كلها. بطلت اعمل اعلانات لان انا حسيت الفلوس دي انا واخدها بتبقى على عبء على المتابع بتاعي، وانا ضد ان انا اخد فلوس على اسم المتابع بتاعي.